الفترة اللي فاتت كان نفسي اعمل بيزنس كده من فترة كبيرة جدا، والحمد لله يعني قدر يلا جرو انها تقوم وتنطلق ونبدأ فيها، وان احنا يبقى عندنا اوبجيكتيف واضح وعندنا رؤية كده احنا شايفين احنا رايحين ازاي وكل شيء بيبني عليها. والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا بقالنا في الموضوع ده تقريبا شهر مثلا او حاجة، حققنا نجاح بشكل كويسة جدا. كنا مجهزين من قبلها لان احنا تقريبا في اول يوم لينا في يلا جرو، يعني اول ما بدأنا ان احنا نعلن عن الخدمات بتاعتنا احنا دخل لينا رقم ممتاز جدا جدا، اكبر بكتير كمان من توقعاتنا شويه او توقعاتنا اللي على الارقام الحقيقيه. يعني احنا كان عندنا توقعات على الارقام الحقيقيه وكان عندنا احلام، فالاحلام دي خلاص هو حلم هنوصل له ان شاء الله، لكن الارقام الحقيقيه قدرنا نوصل لارقام اكبر بكتير من اللي احنا كنا بنتمناها يعني، ونجاحات حققناها. وده بيرجع لان احنا لما بنيجي نقوم بيزنس بنقع في غلطه بسيطه جدا انا شخصيا وقعت فيها قبل كده، وهي فكره ان احنا الفكره بتيجي في دماغنا فيلا نعملها يلا يلا، من غير ما نقعد القعده بتاعت هو احنا عايزين نوصل لايه، طب ايه ده نوصل له ازاي، من غير ما نحط الاستراتيجي او الاوبجيكتيف بتاع البيزنس بتاعنا احنا عايزين نوصل ليه. اللي كان مختلف المره دي عن اي فكره عملتها قبل كده وما نجحتش او ما كملتش او ما طلعتش للنور بالشكل ده هي حاجه واحده، بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وبعد شطاره التيم كان هذا الكتاب. في الحقيقه ستارت اب جورنال ده من اكتر الحاجات اللي كانت مميزه جدا جدا. خلينا نفرجكم على حاجه، احنا هنا مثلا في فاونديشن دوكس اللي هو اول واحده دي، انا هنا كتبت هي ايه الفيجن بتاعت البيزنس بتاعتنا وايه الميشن بتاعتنا وايه البنش مارك، الحاجات اللي احنا محتاجين نفكر فيها. بعدين مثلا جيت في صفحه 8 ايه البيزنس موديل اللي احنا المفروض هنمشي بيه. لحد هنا دي حاجات انا كنت عارفها بس عارفها في دماغي، ما جاتليش الفرصه ان انا احطها، واكيد مش هقعد اعمل بيزنس موديل وديزاينز وحاجات وكمل بروفايل لحاجه انا عارفها، وكمان انا كنت محتاج ان انا افكر واشتغل بايدي بشكل اكبر بكتير. فده كان بالنسبه لي شيء مهم. الفكره ان احنا طول الفتره اللي جايه باذن الله هنحل كل الحاجات دي مع بعض وهنطبقها على البيزنس بتاعنا في يلا جرو. فلو انت ما تعرفش ايه يلا جرو، فيلا جرو هي مكان بيدي كورسات عن الديجيتال ماركتنج، مش بيديها بالشكل العادي، هو بندرب الناس على الشغل بشكل عملي، حاجه مش كورسات مش ورش مش محاضرات مش حاجات زي كده. فلو مهتم اصلا بمجال الديجيتال ماركتنج فانا ممكن اسيب لكم اللينك تحت او فوق او يعني مش عارف هيظهر فين على حسب انت بتتفرج علينا فين، فلو مهتم يعني ممكن تروح تتفرج علينا. بس كده، باي.